الغزالة معروف انها اسرع من الاسد بفرق كبير جدا، لان سرعتها بتوصل لحوالي 90 كيلومتر في الساعة، اما سرعة الاسد القصوى بتوصل ل 80 كيلومتر في الساعة بس. فالطبيعي بقى والمنطقي في الحالة دي ان الغزالة تقدر تهرب من الاسد بسهولة جدا، لكن اللي بيحصل في الحقيقة ان اغلب مطاردات الاسد للغزالة نهايتها بتكون معروفة، وهي ان الاسد بيفترس الغزالة. طب ليه بقى بيحصل كده رغم فرق السرعة الكبير بينهم؟ السر مش في قوة الجسم ولا في السرعة فقط، لكن كمان في طريقة التفكير، لان الغزالة اول ما بتشوف الاسد قلبها بيتملي خوف ورعب، وبتحس انها خلاص هتكون فريسة مؤكدة للاسد. ساعتها الخوف والرعب بيخليها تبص وراها كتير اثناء هروبها، طبعا علشان تعرف فرق المسافة بينها وبين الاسد، لكن البصة دي بتأثر على سرعتها بشكل قاتل، ومع كل لحظة بتبص فيها وراها سرعتها بتبدأ تقل اكتر، والنتيجة ان الاسد بيقدر يلحقها وكمان يفترسها. المفارقة الغريبة ان الغزالة لو ركزت بس في الهرب واستخدمت قوتها اللي هي سرعتها في الجري من غير خوف، عمر ما كان الاسد هيقدر يمسكها مهما حصل. الدرس هنا بقى ان الضعف مش دايما بيكون في الجسد، لكن ساعات بيكون في العقل وطريقة التفكير.